اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل وزي العسل. النهارده الفطار الحلو الجميل ده بنت اللي مجهزاه، هي اللي هتعمل معاكم الفيديو النهارده. انا كنت تعبانه شويه، هي قالت لي يا ماما اللي هنضف المطبخ وكده واجهز فطار، ونضفت الشقه وروقت السراير وغسلت الهدوم حتى في الغساله ونشرتها. يعني هي اللي قامت بالواجب بتاع اليوم ده كله النهارده. هي على طول بصراحة بتعمل، بس في وقت المدارس وكده ما تبقاش فاضية، لأنها طول النهار في المدرسة، وتيجي من المدرسة طول في الدروس، ما يبقاش عندها وقت إنها مثلا تساعدني بأي حاجة. عندها 10 مواد، ربنا يعينها يا رب، وهي واللي زيها مبقاش عندها وقت فاضي خالص إنها تساعدني بأي حاجة في البيت، في شغل البيت. فهي جهزت الفطار، وفطرنا والحمد لله، ودخلت بقى على المطبخ. هو المطبخ بس اللي مصورة معاكم في الروتين اللي بتعمله، عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم. الحمد لله فطرنا وكده، وهي جت بقى دخلت على المطبخ تغسل المواعين. هي كانت الحلل، واللي كان المواعين اللي كانت بالليل غسلتها. هي كانت بس فاضل الحل اللي هي بتاع المحشي اللي هي قدامكم ديت، هي اللي كانت فاضله من المواعين بتاع بالليل. فهتغسلها بقى من المواعين ديت على طول بتاع الفطار. مش هتاخد منها حاجه يعني، بس هي بتزعل قوي من غسيل المواعين اللي هي بتاع الحلل الالموني، لانها بتبقى عايزه مجهود جامد بقى، مش زينا. بتبقى عايزه جهد جامد كده، احنا نقدر على الشغل الجامد ده بتاع غسيل المواعين. اما هي بقى على قد هي مقدرتها. فانا ساعات بقول لها اغسلي برضه، تقدر عليها قد ما تنضف معاكي، وانا بعد كده لو مش نضيفه قوي الالمونيا ابعد عليها تاني. بس عشان كنت تعبانه شويه زي ما قلت لكم، هي اللي غسلته. لميتهم بقى كلهم في الاول كده على الصينيه، وغسلت بقى الكوبايات الاول، وبعد كده هتعمل بقى الاطباق والحاجه اللي قدامها دي كلها على طول. وحاطه بقى طبعا الشاي على على البوتاجاز. قلت لها بقى على ما تخلصوهم غسيل يكون الميه بتاع الشاي تكون غلت. فالحمد لله يعني. ربنا يعينها. انا مرضاش اتقل عليها في اي شغل في البيت وكده، عشان عارفه انها مبقاش عندها اصلا وقت فاضي، ومش عايزه اعطلها في اي حاجه تعملها في البيت معايا. اما في الاجازه بتبقى تعمل كل حاجه معايا. فتغسلهم بقى على طول معاكم. فقالت لي يوما هعمل معاكم الروتين ده النهارده، اعمله بدالك. قلت لها ماشي، مفيش اي مشكله. يا ريت بقى تشجعوها كده انها تعمل معايا، دي اهم حاجه. تشجعوها ان نعمل تعمل كل مثلا ما كنت تعبانه في اي حاجه تعملها، لما تشجعوها تشجع انها تعمل اي شغل معايا. ودي حاجه يعني بتفرحني قوي، ان الواحد مثلا يكون عنده مواعين تكون في المطبخ وسخه وشها مش نظيفه، وتلاقي حد مثلا عملها بدالك، بتبقى بصي دي حاجه بتفرح بجد. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفيني وتشوفي قناتي ومش مشتركه، تنوريني باشتراكك، وتعملي تدوسي على زر الكل عشان يجيلك اشعار اي فيديو بنزله. وطبعا لازم اللايك ده تعملي لبنتي تفرحها كده وتشجعها معايا، وتعملي مشاركه مع اصحابك وحبايبك. فهي دي طبعا الحله بقى غسلتها، هي بصراحه بجد نظفتها، يعني مش عايزه ان انا مثلا اعيد عليها ولا كده. غسلتها حلو. وهي بتغسل عماله تك عليها كمان شويه، تك عليها كمان شويه عشان تنضف. هي دي بس كانت الحله كانت فاضله من بتاع المواعين بتاع بالليل. دي بقى الصينيه اللي فاضله هتغسلها. وكده الروتين بتاعنا خلص خفيف سريع كده على طول. تغسلها بقى وتوقفها كده على الحوض تصفي، ما بتنزلهاش على الارض على طول، عشان ما تصفيش الميه على الارض. في ارضيه المطبخ بتصفي، وبعدين بننزلها على الارض. هتعمل بقى مولعه بقى على الميه بتاع الشاي ورا. هتمسح بس الرده، والبوتاجاز ما كانش فيه حاجه يرده بس مطرح التأمير. وهي العيش كانت حاطاه في الفرن، بتنشفه يعني في الفرن، عشان ما كناش جايبين يعني عيش صبح النهارده، فحاطين عيش يتحمص كده في الفرن. مسحت بس الرده من عليه وكده، وكنا نضيفها مفيش فيه اي حاجه. جابت بقى الميه كانت بتغلي، كانت حاطه من اول ما جت تخش تغسل المواعين الميه غلت. وتعمل بقى الشاي لابوها ولاخوها ولعمتها. وبعد كده تحط لنا اي ميه تانية لينا وهي، لان الكنكه ما بتاخدش يعني 3 كوبايات. خلاص يا بكت الميه غليت وفرغتهم، واحلى بقى شويه شاي زي العسل. خلاص كده يا عملت اللي عليها الحمد لله.
هتغسل بقى الكنكه اللي فاضله ديت والمعلقه، وتنشف بقى الحوض. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، وشكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.